ظهور مفاجئ للفنان الكبير عادل إمام والملقب بالزعيم أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لاختفائه عن الظهور في المناسبات العامة لعدة سنوات. نشر الكاتب الصحفي أكرم السعدني وهو نجل الصحفي الراحل محمود السعدني وشقيق الفنان الراحل صلاح السعدني، نشر صورة له مع الزعيم عادل إمام في منزله، وده بعد اختفاء دام لعدة سنوات. وأثارت هذه الصورة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وده بسبب غياب الزعيم عن الظهور في الإعلام والمناسبات العامة منذ عدة سنوات. ظهر في الصورة النجم عادل إمام ومع أخوه المنتج عصام إمام والصحفي أكرم السعدني ونجل. صرحت أسرة الزعيم إن هو لسه راجع من الساحل الشمالي، وقالوا إنه قضى هناك عدة شهور اللي هي أجازة الصيف. طب هي أجازة ليه؟ هو مش في أجازة مفتوحة؟ قررت أسرة الفنان عادل إمام إن هي سمحت للكاتب الصحفي أكرم السعدني إنه يقابل الزعيم عادل إمام ويلتقط معه صورة وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وده لعلاقة الصداقة القوية اللي بتربط الصحفي أكرم السعدني وأسرته بأسرة الفنان عادل إمام. يقولوا لأن كان والده الصحفي محمود السعدني كان صديق قوي للفنان عادل إمام، وكمان كان صديقه اللي هو بدأ معاه رحلة الفن كان الفنان صلاح السعدني شقيق الكاتب محمود السعدني اللي زار عادل إمام ابنه أكرم السعدني. آخر ظهور للفنان عادل إمام لما حضر فرح حفيده، والكلام ده كان في شهر يوليو الماضي. المفاجأة اللي فجرتها أسرة الزعيم إنه لما حضر فرح حفيده لم يظهر للمعازيم ولم يشاهده أحد ولم يراه أحد ولم يدخل جنينة القصر اللي كان مقام فيها الفرح نفسه.